صحيح. لأن المنتخب السعودي ألهم ليس فقط المنتخبات العربية إنما حتى كل منتخبات العالم، وهذا ما تابعناه في هذه البطولة. كيف فازت اليابان على ألمانيا، كيف فازت كوريا على البرتغال، المغرب على إسبانيا، والبرتغال تونس على فرنسا. فوزي الأقجع عزيز هذا الرجل كم كان له من تأثير على كرة القدم المغربية، ليس فقط للرجال، للسيدات، للصالات وغيرها، للأندية والمنتخبات كذلك. فوزي الأقجع رجل هو موظف سامي في الحكومة وفي المالية، يعني رجل يعرف كيف التدبير المالي، والتدبير المالي مهم جدا، ولكن إذا أضفت عليه المعرفة الكروية والدراية لما هو ميداني، ومن ثم تنفيذ الخطط العريضة التي رسمها جلالة الملك، لأن جلالة الملك قبل 10 سنوات كانت هناك تخطيط للنهوض بالرياضة، يعني التنمية البشرية، الاستثمار في ملاعب القرب، استثمار في الأكاديميات، أكاديمية محمد سعد، أكاديميات في الملاعب في كل الأندية، وهذا الاستثمار الكبير جدا والدعم لكرة القدم نفذه فوزي الأقجع بمساعدة بعض الأشخاص كالأستاذ الحجوي، كالعديد من الأشخاص في الإدارة، في المكتب المديري للجامعة، اللي صراحة خططوا ونفذوا ونجحوا. وصعب أن يكون عندك كل الطاقات، ولكن التنفيذ صعب على أرض الميدان، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى السهر على التطبيق، والسهر على التطبيق صعب جدا، صعب جدا، يتطلب مجهودات ويتطلب، لأن كان عليه الضغط أيضا، كان عليهم الضغط، لأن عندما توفر تنتظر النتائج. بحمد الله كانت هناك نتائج على صعيد هم منحوا الرقراقي الثقة والصلاحيات ومنحوا الأجواء كذلك، ومنحوا الأجواء، لكن عندما قلنا احنا نتكلم فقط على نجاح المنتخب المغربي، لكن هناك سياسة رياضية، جهاد سياسة رياضية جاءت ونجحت تقريبا بمجهودات الكل وتضافر الكل. تغيير، عندما تغير مدرب 3 شهور قبل بداية كأس العالم، لكن ما تأخروا يا عزيز، ألم يتخذ متأخر القرار؟ يعني لو المغرب كانت خرجت من الدور الأول، ألن تفتح النار على هذا الاتحاد لأنه تأخر في اتخاذ قرار إقالة وحيد خليلوزيتش؟ هي مخاطرة ومجازفة، أنا قلتها، لكن كان هناك قناعة في كرة القدم قبل فترة طويلة. لكن جهاد، شوف، كان هناك تعاطف الجميع لهذا القرار، ورضا الجميع لهذا القرار، لذلك فمهما كانت النتيجة كان لابد القرار. هو كان غضب أكثر على وحيد خليلوزيتش منه يعني تقبل لوليد الركراكي. أي واحد جاي كان سيحضر القبول. ما هي كلمتك اللي كنت قلتها في بداية الاستديو؟ ماذا قلت؟ كان يعبث